السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يوم جديد في عمر السمان وعمر الفراخ البلد بتاعتنا، نحطهم مع بعض. بس ايه، الرمية دي ملهاش مكان هنا، اطلعي برا عشان ما يجيلكيش برد. الرمية ما بيحبش الحبسة، مبيحبش النفس الكتير، لو استنى هنا هيجيله برد، فانا ايه خرجتها برا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله الرومي السمان والتوكيل بتاعتنا ماشيين كويس معانا. ببتدي بس ايه اغير الاكل بتاعهم علشان خاطر انا حاسه ان هم دخلوا في شهر وتكلفه الاكل بقت عاليه جدا. المفروض احنا بنفتح على 30 يوم، بس احنا مش حاطين لمبه ولا حاطين اي اضاءه، فتلاقيهم بياكلوا بالنهار بس. وحتى بالنهار انا بقفل الشبابيك بتاعت المكان عشان الجو برد، وكمان انا بطلع لهم مره واحده في اليوم، فما فيش فرصه ان انا اجي اقفل الشبابيك بايه، اجي ادخلهم بالليل يعني افتح الصبح واقفل بالليل، لا ما عنديش انا الاوبشن ده. فانا بعمل ايه بقى، بجيب كده ان انا باجي الصبح اهوي المكان لمده ساعه، وانا في الساعه دي بكون روقت الدنيا، اكلت السمان، اكلت الفراخ، بصيت على الحمام، بصيت على كل الطيور اللي عندي مره واحده، وانا خارجه بقفل الشباك تاني عشان ما بعرفش اطلع لهم تاني، هم في مكان بعيد عني وصعب ان انا ارجع لهم تاني. طيب النهارده بقى هنبتدي نغير العلف وهنجرب هنشوفهم هياكلوا ولا لا. اولا حطيت لهم رده ناعمه، حطيت لهم شويه عيش متكسر بس هو مش ناعم قوي، يعني ايه الناعم نزل، والعلف الناعم بتاعنا، وشويه رز ابيض ني. اما نشوف هما هيمشوا معايا ازاي، هي الاكل ده هيمشي معاهم مش هيمشي، هياكلوه مش هياكلوه، هما وايه، وهنشوفه قدام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني برضو الفراخ البلدي بتاكل الاكل التاني ده، لكن السمان اللي هو كل الناس بتقول ان هو مبياكلش الا علف ناعم فقط، عايش على كده. عارفين لما تكونوا انتوا جايبين فراخ بيضة وتهجين لها تهجين معين كده، هما السمان بالظبط كده، عامل زي ما يكون حاجة مهجنة او حاجة مسستمة على اكل معين، ما بتاكلش غير كده، فصعب ان انا نغير لها الاكل. فانا هنجرب بقى النهارده الردة، وهنجرب الرز والحاجات دي، اما نشوف هياكلوا ايه وهيعملوا معانا ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا والله كنت عاوزه نذبح منهم، بس لقيت ان مفيش حاجه تستاهل الحجم بتاعهم، فهنسيبهم كمان شويه هنشوفهم هيمشوا معايا ازاي. الفراخ البلدي بس اللي ممكن اللي يكبر معايا ولا كده هنخرجه بره القفاصه خالص. شوف انت ساكت ليه كده، شاكه فيه ثواني، مش الحاجه تبقى راكنه على جنب كده بتحسسك ان هي تعبانه يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هما بيسحبوا في الاكل وكويسين، كانوا جعانين النهارده، بس جيت لقيتهم خارجين من الاماكن اللي هي كذا مكان كده مفتوح، ما كانش متحبش عليهم كويس، حبشت عليهم وحطيت لهم اكل بزياده عشان ما يخرجوش، ونحبش بقى النهارده احسن من امبارح. ونبتدي بقى نشوف بقيه الطيور بتاعتنا. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش في اللايك والشير في القناه.